بعتلي سؤال بتقول ان هي بتحفظ قرآن عند راجل كبير، والراجل الكبير ده ممكن يكون متساهل، بيضربها يعني من باب التأديب، بيلمسها، وعايزة تعرف الموضوع ده حكمه ايه وصح ولا غلط. الراجل ده حتى ولو كان حافظ كتاب ربنا، وحتى لو كان بيظهر لك ان هو بيلمسك من باب التأديب، فهو راجل مش مظبوط. القرآن يوم القيامة لو مات ولم يتب من أفعاله سيكون حجة عليه وليس له. ان الانسان يلمس واحدة لا تحل له، ده يقينا ان هو انسان مش كويس. ما مس النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له قط. ثم انا عايز اقول للاخوات حاجة، هم محفظات القرآن اثروا معاكم في ايه؟ ليه تروحي تحفظي مع محفظ قرآن حتى ولو كان فوق ال50 ولا فوق ال60؟ الراجل لو عنده 100 سنة راجل وفي شهوة الرجولة، وانت بتبصي له ان هو زي جدك ولا اللي هو زي ابوكي، وهو بيبص لك اللي انت انثى. عندكم محفظات قرآن وشغالين سواء مباشرة او اونلاين يعني كتير جدا جدا جدا. فاتقي الله في نفسك، ما تعرضيش نفسك للخطر، ما تعرضيش نفسك للفتن. تواصلي مع احدى الاخوات محفظات القرآن وما اكثرهم، واحفظي معاه بس كده، وربنا يهدي الراجل ده ويهدي النوعية دي وما اكثرها. الله المستعان. لا أستطيع أن أبوح لوالدي رغبتي في الزواج وأن أعف نفسي عن الحرام، ادعوا لي بالزوج الصالح. السؤال الحزين ده ذكرني بابنة شعيب في سورة القصص، لما قالت على سيدنا موسى وهي بتكلم أبوها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي بتقول له خلي الراجل يشتغل عندك أو معاك. راح حول الموضوع لموضوع زواج وطلب إيد سيدنا موسى. أب لما شاف بنته بتمدح صفات سيدنا موسى عرف إن هي معجبة بالصفات دي، وفهم الإشارة وقال يعف بنته. وأنا أعتقد والله أعلى وأعلم إن سيدنا موسى اتجوز البنت دي نفسها مش أختها. الأب لازم يكون قريب من ولاده وفاهم متطلباتهم، خصوصا لو كانوا بنات. شاب لو عجبته واحدة هيروح يخطبها، لكن البنت مسكينة هتعمل إيه؟ عشان كده عندنا مثل مصري حلو قوي بيقول: اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك. دي دعوة لكل أب في الدنيا إن هو يسهل الجواز. لما يجيلك شاب على خلق ودين جوزه، ما تعقدش الدنيا وتقعد تطلب متطلبات كبيرة جدا وكتيرة جدا. أيها الآباء سهلوا الجواز بالله عليكم. احنا في زمن كله فتن، والشباب محتاج يعف نفسه، والبنات بالذات عشان حيائهم ما بيعرفوش يتكلموا فمشكلتهم أكبر. فسهل لهم الجواز بقى. ربنا يرزقك الزوج الصالح يا أختي، ويرزق كل عازب. قولوا آمين. توصلوا الفيديو ده عشان كل أب في الدنيا عنده بنات يشوفوا ويسهل الجواز. مرعوب يا شيخ وخايف من الامتحان، قل لي اعمل ايه؟ قل اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت ان شئت تجعل الحزن سهلا.